لعبتي. عندما كانت سعاد في 7 من عمرها، أهداها عمها دمية لم ترى مثلها من قبل. كانت ناعمة وجميلة، وكانت فرحة بها، تشعر وكأن الدنيا لن تسعها. صديقاتها يأخذنها بين أيديهن، وعيونهن تكاد تأكلها من الغبطة. شعرت كأن لها طفلة مثل الأمهات، وكن يأتين إلى بيتها ويجلسن معها للعب بها معا. وقد كانت سعاد حذرة جدا على لعبتها وخائفة عليها، لذلك كانت ترقب كل شيء وكانت معها في كل وقت. ذات صباح قررت سعاد أن تلعب بدميتها عند ساقية الفلج، وطلبت من أمها أن تخيط لها ملابس أخرى، وأخذتها هابطة بها السلم الحجري، غمست دميتها وهي تمسكها برفق في تيار الماء الهابط إلى مزروعات القرية. غمرتها بماء الفلج ولم تدري ما حدث. انفلتت الدمية من يديها، جرفها تيار الماء صوب البعيد، ثم أدخلها تحت القنطرة. ركضت بأقدامها الصغيرة حافية، كانت تسابق الماء، لكن الدمية اختفت. وعدتها أمها أن تصنع لها دمية أخرى، لكنها ظلت هناك في الجانب الآخر من الفلج مرتقبة خروجها بلا جدوى. كبرت سعاد وتركت أسرتها القرية، وكانت كلما عادت إليها تهبط إلى الفلج وتجلس هناك وعيناها صوب القنطرة. وبعد كل هذه السنين ما زالت تحلم أن تخرج دميتها من تحتها، أو أن تجدها على إحدى ضفاف الفلج.